شايفين يا اصحاب القرص الجميلة دي؟ شايفين جميلة ازاي؟ يلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. يلا بينا يا اصحابي نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كوباية من المية العادية، ومعايا معلقة من السكر كبيرة، سكر عادي يا اصحابي مش بطرة. وانزل يا اصحابي بالخميرة، الخميرة كلها 10 جرام، الكيس كله يعني يا اصحابي. وهقلب اهو، بقلب معاك اهو. وهنزل على طول بالزيت، وارجع اقلب تاني معاكم. هنا زي اصحابي ما حضراتكم شايفين. وهنزل بالدقيق بقى يا اصحابي، ما على حسب من العجينة تلم معانا يا اصحابي. هما 3 كوبايات، ولو ما لمتش معاكم حطولها نص كوباية كده. هنزل بأول كوباية، انا اسويها كده يا اصحابي عشان اعرف اللي هي كوباية مظبوطة. وهنزل بيها اول كوباية اهي يا اصحابي، تاني كوباية، وهنزل يا اصحابي برشة كده من الملح، وهنزل باخر كوباية من الدقيق، وهرجع اقلب تاني بالمعلقة كده اهو. بدخل الدقيق كده يا اصحابي بعضه في الزيت وكده اهو. هسيب بقى المعلقة يا اصحابي وارمي بايدي اهو، زي ما انتوا شايفين كده، من تحت لفوق من تحت لفوق كده يا اصحابي. حبيبي يا رسول الله. وشايفين يا اصحابي بعد ما لميت العجينة شايفين نعمل ازاي؟ انا مش هسيبها تخمر يا اصحابي، انا هشتغل فيها على طول. هقطعها بقى يا اصحابي كور صغيرة كده، كل مقاس واحد. قطعيها على حسب الحجم اللي انت تحبيه. انا على طول هاخد الكور يا اصحابي واعملها كده زي ما انتوا شايفين اهو. بس كده خلصت اهو يا اصحابي، وجهز الشوربة بتاعتها. السكر يا اصحابي، والقرفة، ومعلقتين زيت، معلقتين من القرفة يا اصحابي. الزيت بس يا اصحابي علشان يا اصحابي تمسك في بعض. الخلطة بتاعتها وهنقلب كده بالمعلقة بتاعتنا دي يا اصحابي.
اهو زي ما انتوا شايفين. انا كده هحط السكر يا اصحابي والسمسم. انا معايا هنا اصحابي سمسم والسكر علشان ضمت علشان الوش. هنزل بهم كده. ومعايا المية ومعايا صينية مدهونة شوية زيت. واخد كده كورة يا اصحابي واعملها كده، افتحها بصبعي، اعملها على شكل ورصاية اهو كده. امسك المعلقة واحط فيها اصحابي واقفل كده. هشد كده وانا بقفل. ما تكتريش الحشوة يا اصحابي عشان ما تخرجش منها. انا اعملها كده يا اصحابي وامسك الملبوس بتاعها ده والف كده وهي على كفة ايدي. بجد روعة. واحطها في المية دي كده يا اصحابي وانزل بها في السمسم. واحطها في الصينية. خلصت كده كل الكمية يا اصحابي وحطيت عليهم السمسم. هسيبها بقى تخمر يا اصحابي وبعدين هدخلها الفرن. يلا بينا ندخلها الفرن. هندخلها الفرن يا اصحابي على درجة حرارة 180 20 دقيقة او 25 دقيقة. اهي يا اصحابي بعد ما خرجت يا اصحابي من الفرن. شايفين عامل ازاي؟ بجد خطيرة. شايفين يا اصحابي قد ايه هشة وجميلة وريحتها بقى مش عاوزة اقولكم. بجد رابعة. اهو يا اصحابي كده قدمناها بألف هنا وشفا. شايفين القرص الجميل ازاي؟ حتى شايفين من جوه الشكل كمان ازاي، وشايفين الحشوة بتاعتها من جوه. بجد روعة. ايه الحلاوة دي يا اصحابي؟ ايه الروعة دي؟ خلاص كده يا اصحابي خلصت وصفة النهارده. هبقى اشوفكم في حلقة جديدة والسلام خدام. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. باي.